سلام شباب، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير. حلقة جديدة، موضوع جديد، أفكار جديدة. المسؤولية. المسؤولية. ريسبونسابيلتي. تيرارا. الموضوع ديال المسؤولية. هاد الحلقة هادشي كيدور على المسؤولية على الذي رك المسؤولية المسؤولية. على الذي رك. راه هي كلشي يا الأصدقاء. فراسك واحد الحاجة، واش دابا كيبان لك الثقافة المغربية كتشجع على أحسن مقدمة هي هادي؟ أمم. واش الثقافة المغربية كتشجع على تحمل المسؤولية؟ آه. من ديك اللعيبة ديال ضربني الباب هي سقطوا لي يا ولدي. برافو. ضرب. صراحة المسؤولية واحد الحاجة، واحد الموضوع اللي كبير، واحد بحار هو صاحب شي فيه بزاف. اه علاش ثقافة اصاحبي؟ حيت الا بجيتي عاوتاني من ديك الجينيراسيون الصغيره، انت راه مخير. تما فوالا صديقي. راه تما كما قلتي دابا، واش كتشجع الثقافه المغربيه على انه زعما واحد الطفل انه يكون، ولا ماشي ما كنقولوش حنا الاطفال، الشباب، فهمتيني؟ الله يصلح. باش بحال هاد الشباب هادو دابا اللي دازوا اللهم بارك، باش يطلعوا مسؤولين ولا لا. مسؤولين مسؤولين ولا لا. انا راه اخويا. الله يهديك. الله يجيك. راه قلت لك باش يطلعوا مسؤولين ولا لا، راه هنا اخي ديالي تيوقع المشكل. علاش؟ صعب تلقى بعض المرات كتكون واحد التربيه اللي قاصحه شويه، فهمتيني؟ حاجة. لو تجي من عند الوالدين، تجي اخويا نتايا الدري ديالك ما تتحملوش ديك المسؤوليه اللي يعني اللي خصو اصلا يعتمد على راسو فيها، فهمتيني؟ حاجة. شي حوايج اللي ببساطه صاحبي، غير مثلا انت تنوض تجمع فراشك، هذيك راه مسؤوليه في حد ذاتها. صح. طاق تمشي تقول ليه هاك سير تسخر، وقول ليه تاطات وحسب معاه الصرف مثلا، علمو كيفاش يتعامل مع مول الحانوت مثلا، فهمتيني؟ هذيك راه مسؤوليه زوينه صاحبي، فهمتيني؟ خرج مثلا، ما تخرجش كاع انت وياه، مد ليه جوك الفلوس، قول ليه هاك خلص مول، فهمتيني؟ كيحس بواحد الدري صغير والله تيحس بواحد الافتخار، وشي يقول لك راه زعما راه واه زعما ندير واحد الحاجه اللي تيديروها الكبار، يعني راه شي حاجه اللي بيزار، فهمتيني؟ وهكا تيوقع داك يعني تيدور داك الحس ديال المسؤوليه غير بشويه بشويه. اي فوا مثلا يتلاقى مع دراري صحابو في السكويله هكا، ولا السكويله تيريحو هكا شويه، تينوض مثلا تيمشي داك من الحانوت بعدا كيعاود داك في لو المباراة جيست. شنو كيديروا دابا كيدير شي واحد شي حاجة، يقول لك استاذ الله راه الاخر هو اللي دارها. ولا مثلا فاش كيجي كيبغي يقول لك شي حاجة، يقول لك الاستاذ راه قال لك فلان الاخر راه ولا هاك. هاد الحاجة هادي ما كيجيش كيقول لك نيشان. يعني راه تيدوروا الهضره، تدور الهضرة للاخر. تيبعدوا على راسهم ديك المسؤوليه صاحبي، ماشي شي انا اللي تخلعهم. مسؤول. لهذا يعني راه ثقافة شويه راه باقي فيها خلل صراحة، واخا كاينين ديكا زعما اللهم بارك تنشوفوا انه تيلوحوا ولادهم يعني باش يعتمدوا على راسهم. ومزيانة عاوتاني تلوح ولادك. ماشي تلعبهم اصاحبي، وانما تعلمهم انه شوية. المسؤوليه راه حاجه اللي طبيعيه، وما تتخلعش، تتخلع سطر لي على تتخلع، حيت هذه هي اللي تتخلع لا اغلب الشباب، واغلب ما عرفتش ما كاين بالفئات واحد القضية العمريه عاوتاني. صديقي. هي ديك المسؤوليه انها تتخلع. ماشي بزاف. تتخلع، تجيهم تتخلع، فهمتيني؟ علاش؟ حيت فاش تقول لبنادم مثلا دير واحد الطاش ولا هكا، تيتهرب، تيقول لك لا خلي فلان يديرها، كما قلت هاد اللعيبه لا راه هذا هو اللي دارها وهذا اللي دارها، تيتهرب، فهمتيني؟ ما عرفت تجيهم تتخلع عليهم، ما عرفت كيفاش البلان. باش ما مولفش مثلا واحد فوالا، الحاجة ما مولفهاش هذاك من الشيء جاي من الصعيب انك الصغر اخي، يعني من التربيه صديقي. من التربية. عرفتي قلت لك الثقافة ديالنا كلها مبنية على عدم تحمل المسؤولية. لا ضربني الباب، لا مشى عليا الطاكسي، لا راه ما جيتش في الوقت، لا راه شي حاجة اللي فيها المشكل، مثلا الطوبيس اللي فيها المشكل ولا. يعني انت ما عمرك ما فيكش ولا اخيب حاجة كاع، اخيب ما بغيتش نقول اقوات ياك. حاجة هي خير خير، ناضي تقول. آه، هي فاش مثلا شاد كتلقى مثلا كبير ومفروض تيقول لك لا راه الوالدين ديالي هما اللي ما داروش ليا، ولا هذه اخيب حاجه ما كنحملهاش اصاحبي. حتى اون فوا كتقول لي هذه الحاجه هذه كنحقد على ديال امك. يعني يعني تيلوح المسؤوليه الوالدين انه كل هما اللي ما شيء. داروش ليه، فهمتيني؟ ماشي هو اللي بقى فيه، ولكن تيبقى ديك المقوله الشهيره اللي تيقول لك انت هو المسؤول على اي قرار تديرو في حياتك اخي ديالي، فهمتيني؟ واي حاجه اي طاش درتيها راه انت اللي مسؤول عليها، واي بروبليم وقع عرف باللي راه انت فين كاين الاشكال اخي. قريب انا اه قريب. ولهذا يعني لازم انت فاش تيبغي تعلم واحد الحاجه، تيجي بعض المرات نقولوا تيخاف، تيلاشي في الديبار، ولكن
استمتع بديك الحاجه في الديبار، دير راسك حمق، دير راسك ما تعرف والو، راه اصلا ما تعرف والو، اصلا جيت تتعلم فهمتيني. بصح ولهذا خصك دير راسك راك مسؤول على اي خطا وقع، ماشي تقول لا اخوتنا لا راه ما تيتعاملوش معايا مزيان في ديك في الخدمه الغالب لا. غتكون انت هو السبب، راه انت اللي كدير شي حاجه ماشي في اللي الغالب كتخلي انت هو السبب اصدقائي، حيت انت آه. باقي باقي يلاه تتعلم بعدا فهمتيني. يعني خصوصا هاد القضيه ديال اه الخدمه، اه بنادم بغى يتعامل معاك خايب الا كنتي كتخليه يتعامل معاك خايب. الا كنتي كدور فيه، كنتي كدور في الناس، ما غاديش يتعامل معاك خايب الصراحه. ماشي كنتي كدور في الناس، هي كنتي كتعرف كيفاش تحط الحدود، ماشي ضروري انك زعما تكون خايب ولا غتحط الحدود. والا كانت شي حاجه ما باغيش ديرها قول له ما باغيش نديرها من الاخر وربي كبير. وخرج يعني تعلمت تقول لك لا، مم. لا لا هي وني لا هي راسك اوهو هي نية نيت الروسية. نيت كاين خصوصا ماشي. بالنسبه للبنات، كيبانوا لي البنات ما كيقدروش يقولوا بلاصه زعما بزاف، هما خصهم يتعلموا يقولوا لا. زعما كاين هاد القضيه عند هاد الدراري القضية. بصح الشبيبه المهم البنات يقولوا لنا واش قلنا هاد القضيه هادي وجابونا في وتا كومونتير. الدراري. بارك عليه يعني كلشي. لا زعما لا البنات راه شوف بصفه انا اكثر تيبان لي حتى هما ماشي، اللي انا تيبان لي على حساب فهمتيني. كاين اللي شوف كاين اللي ما تيتعلمش انه يقول لك لا فهمتيني، تجي صعيبه. يعني راه هو فين كاين الاشكال اصدقائي، سواء دري سواء دري، يعني راه ما كاينش بروبليم بيناتهم. وانما خصك غير تعرف كيفاش تقول لا في شي بلايص وفي ديك اللي تيجهدوك نتايا فهمتيني. لا اصلا شنو غتزيدني ديك الحاجه اصاحبي اللي والله فهمتيني، اخر شيء تقول اش غيزيدني هاد بنادم هذا اللي هو لا يقدر نقول لي هي. يقدر يكون غيزيدك شي حاجه، مثلا الا كنتي خدام عندي يقدر يجري عليك، يقدر تقطع عليك داك مصدر الرزق ديالك، ولكن ما تخليش بنادم يطلع لك فوق راسك. وهاد حاجه اخرى بحال قلتي، مثلا الا كنتي كتقول لراسك بلي انا بحال قلتي ما كنتحملش المسؤوليه ديال كاع الحوايج، نقدروا ناخذوها من جوج ديال المنظورات. لك واحد المنظور ديني مزيانه، خليها على الله مزيانه، تقول ديك توكلت على الله، ما خليت كاع الامور ديالي على الله. في نفس الوقت كاين اللي كياخذ هاد القضيه ديال توكلت على الله كياخذها بانه زعما انا ما عندي حتى شي دور في انني نبدل حتى شي حاجه في حياتي. يعني بحال قلتي كاع الكونترول كيلوحوا سواء على الظروف سواء على شي حاجه اللي برانيه عليه. بعدا كتجيني هاد القضيه هادي اخيب حاجه عاوتاني يقدر يديرها بنادم، يعني تقول الله راه المغرب هو اللي ما عطانيش الفرصه، ولا مثلا عاوتاني نرجعوا للوالدين، ولا نرجعوا مثلا للمدرسه، ولا مثلا تقول راه شي واحد بالضبط هو اللي دار لي واحد المشكل اللي ما خلانيش انني ما كتحط دوك الاسباب البايخه تتقول انه راه هو السبب انه اللي ما خلانيش انني نزيد انني نتعلم هذه الحاجه هذه. ولكن انت لا راك في الاخر كتلقى راسك انك كدور في ديك الدوامه ديال كتلوم عباد الله، تتلوم عباد الله والتهرب من المسؤوليه. كتهرب كتهرب علاش تتهرب اصديقي؟ علاش؟ حيت مشكل الانسان ضعيف اصاحبي، الانسان ضعيف، الانسان ضعيف، ولكن راه فهمتيني خصك تكون شديد، ممكن تفهمها كون سبوع كولني يا اخي فهمتيني، خصك تكون شديد. ولكن راه الوقت كتلوحك مثلا فهمتيني، يعني الوقت ما كترحمش كما تيقولوا. يعني كتجي بعض المرات اصديقي انه خصك تعرف، خصك تلاح صافي، خصك تكون مسؤول 100% ريسبونسابل كما كان لاج ديالك اخي فهمتيني. ماشي خصك تلاح، دابا المسؤوليه كتلاح عليك سواء بغيتي سواء ما بغيتيش. كتوصل لواحد العمر اين فوا مثلا كاين اللي زعما كتجي ديك المسؤوليه في واحد العمر زعما صغير، ولكن الاغلبيه ديال عباد الله غتجي مور ديك 21 عام ولا 22 عام. انا فات الجيل ديالنا تقريبا ديك مور 21 22 كتكون تخرجتي مثلا واش درتي ليسونس صافي، اين فوا كتشد الباك ولا ليسونس ولا الماستر ولا شي لعيبه، اين فوا كتخرج من القرايه صافي انت ما بقى حتى شي صحه صافي. راه كتكون مفروض انك تكون مسؤول، يعني صافي كتكون ريسبونسابل ديال راسك 100% 100%. ما كاينش الضحك. ديك الساعات كتبقى انت وشطارت، انت زعما انت مبغيتش نقول شي حاجه اخرى ماشي هي هذيك، ولكن انت الجهد ديالك خصوصا مور داك التخرج خصك زعما تعول على واحد العام ديال الضياع والتشتت وداك الشيء، يعني ما تنجرفش بزاف. كاين واحد الفئه تتقول انه المسؤوليه، علاش انا نعمر راسي بدوك الافكار ديال صحاب المسؤوليه فهمتيني، اللي تيخليوني انا مثلا ما تنضيع راسي يعني بحال قلتي شي تيقول لك لا راه تنكبر راس انا فاش تنحط داك الشيء باش فهمتي شنو نوصل لك. يعني تيقول لك لا دوك الافكار ما خصنيش ندخلهم انا لدماغي
حيت انا اصلا انا راه باقي بحال تيقول لك انا راه باقي صغير على داك الشيء ديال المسؤوليه. لا خصني ما نعمرش دماغي في داك الشيء، انا باغي غير نزهى، باغي غير نشط، باغي ندير شي حوايج. ولكن لا، هو في الاصل راه خص بنادم اصاحبي يمشي بحال قلتي، حيت بحال العظيم مراحل الحياه هما هادو راه بحال ديال الله ديال بنادم هكا داير اصاحبي. كتوصل واحد البيريود صافي كما قلت تلاح عليك، تلاح عليك شي مسؤوليه، فهمتيني يعني. كيبقاش عندك الاختيار. والو صافي كلشي اللهم وجد من الاول. واش من الاول. ايه هو واش انت زعما Distraction افيك زاد. ولا كونتر افيك ولا ديستراكشن ملاح. قلت لك افيك ولا كونتر هاد القضيه ديال الناس اللي تيقول لك لا انا راه ما نعمرش راسي باش نشد المسؤوليه دابا. نقولوا انه تيقول لك لا انا راه باقي نقرا، لا راه باقي واش زعما مزيانه ولا يتسنى تطلع عليه هاد المسؤوليه هادي. فهمتي شنو نوصل لك؟ تيوصل داك لاج اللي فاش يشد داك الدبلوم، ولا فاش غيريح في ديك الوقيته فاش غيقول ليه انت هاك سورت المسؤوليه. واش فهمتيني؟ دابا راه في كل عمر كتكون مسؤول على شي حاجه. مثلا فاش تنكونوا صغار كتكون مسؤول على مثلا مسؤول على انك تجيب مزيان في المدرسه. تكبر شويه كتكون مسؤول مثلا على انك تمشي لافاك، ما تبلاش، ما توليش المهم ما تخرج الطريق وتجيب داك الكريطين وداك الشيء. ومن بعد كتولي عاوتاني مسؤول على انك تلقى واحد الخدمه من بعد، عاوتاني كتولي مسؤول على يعني ديك المسؤوليه كتكون غير درجات، ماشي ما كتكونش مسؤول كاع. انت راه هو مسؤول، ولكن بحال قلتي ما الحجم ديال المسؤوليه هو اللي كيختلف. وكاين كاع ناس صاحبي اللي كتلقى عنده شي مسؤوليه في شكال، مثلا كتلقى با مشلال ولا شي لعيبه هو خصو يخدم من 15 عام يعني. اللهم بارك آه. شبيبه واعر. يعني راه ما عرفت انا كيجيني داك الحماق ديال لا ما بغيتش انا نخدم، ما بغيتش ندير هكا، ما ما بلانش. بلانش. شوف اخي جاني تجينيش انا الفكره اللي غتزيد عليها هادشي هذا ما مسؤوليه. دخل علينا هاد الشارف هذا. ويلي. دخل علينا. لا شوف فيها فهمت عليا، ديك الشارع هربت لي الفكره. شوف صافي شوف صافي أنا طمرت يا اخي. طمر صافي. لا شوف بغيتش نبقى نعبر على الاراء ديالي وكيشوف فيها. على اللي ضربك اخويا يقول لك المسؤوليه راه مهمه. شوف عليها نيشان نزيدو كاضافه لهاد الافكار اللي قلت يا اخي. مسؤوليه تتهم كاع شبيبه، مسؤوليه مهمه. ماشي بنادم كاع يتسنى تطلع عليه ديك المسؤوليه، وانما يبريباري ليها. كيفاش غيبريباري ليها يعني انه نقدروا نقولوا انه سوق الشغل تيعطيك واحد ماشي صراحه. قلت لك سوق الشغل تيعطيك يعني شي مسؤوليات اللي كبارين، تعلموك شي حوايج فهمتيني باش تولي واحد باردون على الضجيج. تعلمك تولي واحد الريسبونسابل اللي سبع كيما تيقولوا لي قوي شديد فهمتيني. تمشي مع الوقت يعني تنقول لك يعني بنادم قبل ما يوصل لهاد البيريود هادي ديال انه بلات عاود صبرات ضروري بنادم مثلا في ديك البيريود اخي زكريا ديال مثلا دوك العطل الصيفيه، دوك الاوقات اللي تيقرا اللي ما تيقراش فيهم بنادم، اللي تيكون عنده كونجي مثلا، مزيان ترتاح، مزيان تمشي تلعب شويه، هو هذاك مقصرين يا سلام. غير هو اخي خصك تزيد واحد القضيه اللي دوينا عليها في التعليم الذاتي، اللي هي مهمه اصديقي باش تعلمك انك تكون مسؤول في شي حوايج. علاش فاش قلنا كتوصل ديك البيريود ديال 21 23 27 44 عام ما عرفت شحال، نقدروا نقولوا هاد البيريود هادي كتلقاك ديجا انه عندك واحد المعرفه في ديك التعليم الذاتي فهمتيني. يعني راه انت عندك واحد الفاليداسيون ديال واحد التيست في الحياه فهمتيني، عندك واحد الريسبونسابيلتي ديجا، عندك واحد الدرايه على الريسبونسابيلتي كي دايره صافي مع كتلاح مع سوق مع مارشي دو طرافاي اخي. كتكون غادي صافي انه يعني بحال قلتي ديجا موجد راسك شويه فهمتي، حيت عندك واحد الدرايه مثلا قريتي لغه، قريتي شي لعبه، قريتي شي دومين، قريتي شي حوايج مسؤوليه بشويه بشويه فهمتيني. صافي يعني ما كتعلمش دقه واحده حيت بلاد المرات. لا تنقول لك كاين اللي تيقول لك تتخلع، حيت بعض المرات كاين اللي تيغفال على راسو في هادشي ديال السيلف ليرنين وشي الحوايج ودوك ستاجات ودوك تينفعوا اصاحبي. من بعد تيجي اخي تطلع عليه ديك المسؤوليه تيتشوكا ناري كاع هادشي هذا غنشدو انايا فهمتي، وانا راه كاع غنشدو انايا.
واش هادشي كاع الا ما هذا؟ كنتيش مدوز شي حاجه قبل. فوالا فهمتي ديك الساعه هذيك- صافي كتشوك اخي خدمة. ديالك كتقول هادشي لا ماشي ديالي هادشي ديال الكبار ولكن راه انت هو ثاني الكبير ترى اخي كبرتي راه صافي شرفتي ايوا البطل لقيتي مخبي الدروج فعلا هادي زعما الايدي اون جينيرال يعني راك ريسبونسابل ايوا البطل ايوا شي حد ما غادي يجي المستمع يعتقك الا قفرت لا ما كاينش شوف ما كاين غا الله الله وانت هو اللي يجيك وزاير والديك كطلع لهم في راسهم بطبيعه الحال اخي هاد توصل واحد المده اطلع لهم في هما راسهم يقول خصهم لك يجريو عليك اشرف نوض قاعد الا كاع ما فهمتيش راسك خصهم هما يجري يقول لك نوض خصهم يجريو عليك نوض اخويا عري على كتافك باش عرفت. تمشي واش باش تلقى ايها المستمع وراك ريسبونسابل وراك ناضي وزايا القضيه وربي كبير